النهاردة بقى هنعمل مع بعض السجق الاسكندراني على الطريقة الاسكندرانية، بس بمكونات سهلة جدا وبسيطة قوي وهتعجبك، وطعمه بصراحة خطير خطير خطير، هيعجبك جدا. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة، وياريت تفعلوا الجرس عشان اي جديد اعمله يوصل لكم على طول. دلوقتي انا عندي السجق ده شاريه كده، هو عادي. هو سجق اسكندراني وقطعاه كده اهو حلقات بالشكل ده. السجق ده يا جماعه بيكون متبل جاهز، ما بحطلوش توابل، بس انا ضفت له بصراحه فلفل اسمر عشان بحبه يبقى فيه، يعني بحب الفلفل الاسمر في الاكل. تمام. هنا كده جبت السجق، رصيته في الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مش هضيف عليه اي مواد دهنيه نهائي. وعلى فكره السجق ده او غيره بينزل كميه دهون غير عاديه، مش الاسكندراني بس، كل السجق الموجود. تمام. هنا كده غطيته وهسيبه بقى مع نفسه لحد ما ينزل كل اللي فيه ويفقد السوائل بتاعته والزيوت وكل حاجه. وهجيب بقى الخضار اللي هنحطه عليه. هنا عندي كده الطماطم دي هقطعها بالشكل ده، قطع صغننه كده اهو بسيطه. عايزه تقطعيها بحجم اكبر براحتك، بس انا بحب الحجم ده، وفي نفس الوقت بتبقى زي بتاعه المحلات اللي بره اللي احنا بنشتريها بالظبط. تمام. وهنا برضو هاخد البصلايه اقسمها 2، وهاخد كده واحده بالعرض واقطعها لترانشات كده صغنونه بالشكل البسيط اللي انتوا شايفينه ده. تقطيع الخضار ده حرية شخصية، تقدري تكبريه او تصغريه، تقلليه، تكتريه براحتك. تمام. بس هنا انا كنت عاملة 1.5 كيلو، فضفت عليه البصلتين والطماطمتين والفلفل، كان قرنين حامي و2 رومي. تمام. هنا كده انا نقلته في صينية تانية عشان كانت الصينية صغيرة عليه، حطيته هنا. دلوقتي مع العلم بس دوت 1 كيلو، بس انا هضيف له النص التاني لان حسيت ان هو قليل، فبعد كده ضفته له يعني. تمام. هنا بعد ما تشوح بقى كويس او مع بعضه، هشيله بقى كده هو، احطه في حاجه واركنه على جنب لحد ما اخلص بقيه المكونات بتاعتي. طبعا انا صفيت منه كميه الدهون اللي كانت فيه كلها لان كانت كتيره جدا. لو سبتها يبقى دسم قوي، مش هيبقى حلو خالص بصراحه، فسبت منها شويه اللي هو اقدر اشوح فيها الخضار بتاعي. هنا شوحت البصلايه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هشوحها لحد ما لونها يغير معايا وتتدبل كده وتبقى حلوه يعني. بعد كده هنزل بقى عليها بالطماطم برضو، وهفضل اهرس فيها كده واقلب لحد ما تتشرب كلها مع البصل وتبقى حلوه. يا جماعه لما بتشوحوا كل حاجه خطوه بخطوه بصراحه بتبقى جميله جدا وبتديكي نتيجه حلوه قوي قوي في الطعم. تمام. قلبنا كده اهو بالشكل ده، ونزلت بقى عليه بالفلفل كده وقلبته كويس جدا. تمام كده بقى هو السجق بتاعي اتشوحوا خالص مع بعض الخضار. هنا بقى هنضيف عليه المكون ده اللي هو معلقه توم حلوه كده، يعني حوالي 5 فصوص او 6 فصوص مهروسين، بس انا عملت كده عشان الكميه كانت كبيره. ممكن تقللي التوم شويه، بس عايزه اقول لكم بيدي طعم جميل جدا جدا، خرافي بصراحه وحلو قوي. مش بنحمرها، احنا بنشوحها مع الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والثوم دوت انا كنت مخزناه في الفريزر، عشان كده هو كان مجمد يعني سيكه معايا. بعد كده بقى هنزل بالسجق بتاعي على الخضار، وهشوح فيه بقى كويس جدا لحد ما كله يشرب من الطعم بتاع بعضه ويبقى حلو. وهنزل عليه بنص كوبايه ميه واسيبه كده بقى مع بعضه يتقلب حلو قوي. انا حطيت النص كوبايه ميه عشان ما يبقاش السجق معايا ناشف كده لما نيجي ناكله. حطيت رشه الفلفل الاسمر اللي قلت لكم عليها عشان يظبط الطعم برضو شويه. هنا بقى بعد ما قلبته كويس جدا كده، رحت بقى غطيته وسبته غلى مع بعضه كده وشكشك كده زي ما انتم شايفين بالطريقه الحلوه دي، وشكله كان بجد لذيذ قوي وكان خطير. وهنا بقى قدمته، وده كان شكله النهائي. وقدمت معاه بقى سلطه الطحينه، وقدمت معاه الفينو. تقدري تضيفي معاه اي حاجات تانية انت تحبيها، وممكن تعملي معاه مكرونه او رز براحتك، بس انا بحبه بالفينو عشان يبقى زي بتاع بره بالظبط. اشوفك بقى في فيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.